تشكيل الماتش كان فيه حاجه حلوه جدا وحاجه سيئه بشكل مش طبيعي. نبدا بالحلو. اول حاجه خليني اقول لك ان خط الهجوم اللي احنا بدانا بيه كان فيه 3. هتلاقي زيكو قدام قادر ان هو يفنش، وطمنا بالفينش النهارده بان هو صبر ريسي وعرف طاف اليسون، مهاجم عارف هو بيعمل ايه. تاني لقطه مرموش اللي لولا ان هو بيزودها في الكوره كنت هتلاقي اكتر من هجمه خطر لمصر في التحولات اللي كنا بنعملها على تكه مرموش. اللي فعلا قد المكان اللي هو بيلعب فيه هو هيثم حسن. يا جماعه هيثم حسن كل كوره بياخدها انت حاسس ان في سبرنت جاي، اللعيبه دي مش هتلحق، انت عندك امل. انت فاهم اللي انا بقوله لك؟ الجزء اللي قدام ده نقدر نبص ايدينا وش وظهر ونقول الحمد لله. هو بس ممكن نزق تريزيجيه وندخل مكانه ابراهيم عادل ويبقى بجد عندنا خط هجوم بجد قوي. بقى يا باشا على الوحش، ايه خط الدفاع وخط الوسط ده؟ احنا كنا مستباحين. توليفه يا كابتن حسام بينت ان ما ينفعش يتلعب بيها تاني نهائي. لا احنا متماسكين دفاعيا ولا احنا بنطلع بالكوره حلو. يبقى انا عندي خط الوسط ده بيعمل ايه بالمنظر ده؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش. يعني لو حد شاف حاجه في الملعب انا ما شفتهاش، يعني اللي شاف حاجه في خط الدفاع انا ما شفتهاش، اكتبها لي تحت في الكومنتات. انا يمكن الراجل جاي يعلمني